كان مدعاً للاستهجان والدهشة تلك الحملة الرعناء التي استهدف بها المؤثر السعودي خالد العليان، والذي حل بالمغرب ضمن كوكبة من المؤثرين السعوديين والذين شكلوا دينامية إعلامية جبارة رافقت بطولة كأس إفريقيا بالمغرب. وإن كان هؤلاء المؤثرين السعوديين قد حلوا على نفقاتهم الخاصة وبمبادرة كريمة ومحمودة. ترى كل صناع المحتوى السعوديين ما انتظروا أي دعوة أو شيء من ذلك، كلهم بادروا بأنفسهم وجو على حساباتهم الشخصية. أنا ما أتكلم عن عبد الله، أنا أتكلم عن الكل. وكانوا زخم وإشعاع ساهموا بإيصال صورة إيجابية وجذابة متكاملة عن المغرب. وبإجماع الجميع كان المؤثر السعودي خالد العليان ذرة تاج هذه المجموعة من المؤثرين السعوديين، وهو الذي تعرض منذ أيام لحملة عشواء ومشبوهة قسم كبير منها تأكد أنه من فيالق الذبابة الإلكتروني وبعض المأجورين من المغرب وإحدى الدول المجاورة، وهم الذين يعيثون فسادا بالمشهد الافتراضي بالمغرب ويسعون دائما إلى حرف البوصلة ومحاولة تشويه والنيل من الأشياء الإيجابية والبناء بالمغرب مع تشجيع التفاهة والقيم الهدامة عموما. أيضا هناك قسم من المغفلين ومن ينقادون منساقين مع القطيع وتحت حمية وتجيش بعض الضالين والمضلين، وهؤلاء الغوغاء هم لا يخلو منهم مجتمع، وهم بنهاية المطاف ضمن المرفوع عنهم القلم، وإلى حين أن يصحوا من الأوهام التي سوقت إليهم. ومن هنا يبدأ دورنا فيما يبقى الجانب الأخطر، ذلك التيار المتنفذ وإلى حدود ما والسعي إلى محاولة عزل وبتر صلة المغرب حارس البوابة الغربية للأمة جهة الأطلسي، ومحاولتهم البائسة من أجل قطع أواصر المغرب كبلاد وشعب مع عمقه الاستراتيجي بالمشرق العربي القلب النابض للأمة. وهو ما جعل خالد العليان يحظى باستحسان والقبول التلقائي من مختلف الشرائح الاجتماعية من أبسطها وحتى الطبقات المخملية بالمغرب، وبعده كل الأقطار العربية، وما تتويجه بجائزة مبدع العام بالتيك توك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 25-20، سوى التأكيد على كل ما تقدم. وبمقامه بالمغرب حرص خالد العليان إلى التفاعل مع مختلف الشرائح الشعب المغربي وبمسار عفوي ارتكز على اللقاءات بالمصادفة، وهو ما توجته تلك الاستقبالات التي ترجمت أواصر المحبة وخالص المعزة التي يكونها عامة الشعب المغربي لأشقائهم بالمشرق العربي، وهو التفاعل الإيجابي الذي كرسه المؤثر السعودي خالد العليان بكاريزماه العالية وسمو أخلاقه، والتي كانت مسجلة بنفحة جعلت كل كلامه انطباعاته ووصفه للمشاهد والمواقف التي صادفها بتوصيف وكلامه الذي كان وعلى الدوام يأتي رطب وعطر بذكر الله والثناء على نعمه كسمة ذالة على سمو أخلاقه كلها 10/10 وكلها خير ونعمة من عند الله، بس الشلاضة يعني غنية أكثر. الله، هذا اختصاص لأسفي. وش اسم الحوت هذا؟ لولو. طيب أنا. هذا ايش ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله صدمتني يا رايد، والله صدمت. الله يكثر خيركم ويعمر داركم يا رب. الله يكثر خيركم يا ابو رايد. خروف ما شاء الله. الغني غن بسم الله على بركة. ما شاء الله ما شاء الله. الكمون والملح، الأتاي، ما شاء الله ما شاء الله. سلمت صافي. وهذاك صافي ناضي. الله يخلف عليكم واكرمكم الله وكثر الله خيركم. عائله كريمه والله، عائله طيبه. باقي ما عرفتي ناس كرماء ولا بخلاء. يلا جيتي عندنا. الله اهل الكرم والله اهل الكرم والله الكرم وطيب. ما شاء الله تبارك الله. كبير تشبعه بالقيم الفاضله والنضج الاخلاقي السامي وللامانه، وهي السمه طبعت كل كوكبه المؤثرين السعوديين الذين حلوا بالمغرب، وهي المكارم بنهايه المطاف التي جعلته يحظى بالاستحسان الاكيد والقبول التلقائي من مختلف اطياف الشعب المغربي، وهي النتيجه والمحصله التي ما كان ليهضمها فيصل من الضالين والغوغاء الذين اقتنصوا فرصة إعلانه بزيارته للجزائر لإثارة هذه الزوبعة والمكيدة من أجل تخريب
كل المنجز، وتشويه بنهاية المطاف الصورة المميزة التي بناها الإعلامي السعودي خالد العليان، والتي تناغم معها وبكامل التلقائية والعفوية سائر المغاربة. وبنهاية والمحصلة يبقى حق المؤثر خالد العليان بزيارة وإبراز مكان من التنوع والتميز بكل البلدان والأوطان، بعيدا عن كل الصراعات الأزلية المفتعلة والتي يجيد بعض الضالين والمضلين استخدامها كمطية لإهدار مقدرات أوطانهم وحقهم بالتنمية والعيش الكريم مثل سائر الأمم، وإنما يريدون توظيفها من أجل تخريب كل صورة جميلة وبراند دائع كالذي جادت به هذه الكوكبة من المؤثرين السعوديين، وعلى رأسهم خالد العليان، وهو البراند الذي ناله المغرب والذي لم يكن مخطط له لا رسميا ولا شعبيا. بل الأدهى والأمر أن خالد العليان كان قد ضرب موعدا بالعودة الأكيدة وزيارة للمغرب خلال شهر رمضان من أجل الوقوف وإبراز ما يحفل به هذا الشهر الأبرك من كبير التعظيم وخالص استقبال بالمغرب. الوداع صعب شوي، لكن لنا لقاء. رمضان موعدنا، وبما يرافقه من طقوس العبادة، وكذا ما تحفل به الأجواء الرمضانية وموائدها المجمع على تميزها وتفردها، وببلاد تمتد ل 12 قرن بالعمق التاريخ الإنساني رغم ما عاشته من ريادة توسع انتشار وخبو كسائر الكون، لكن بقيت تقاليد الرفعة وعبق الثراء والسمو وسماحة عقيدة دينية بصمتها ما تزال راسخة بالتراث العمران وروح المغاربة رغم كل ما حصل وحكى من مؤامرات وما يزال، وهو العبق البربري الأندلسي العربي الإسلامي الذي ما يزال مسافرا عبر الزمن، ويليق وحري التعريف به ومشاركته وسائر الامتداد الحضاري والاستراتيجي للمغرب وعلى امتداد خط الأمة وحتى أقصى نقطة بالمشرق العربي.